الفترة اللي فاتت كان في كلام عن المبادرات اللي أصدرها رئيس الجمهورية اللي هي مبادرة التمويل العقاري، مبادرة إحلال المركبات، مبادرة بتاعة السياحة، مبادرة الصناعة، مبادرة طرق الري الحديث. في مبادرات كتير جدا كان أصدرها رئيس الجمهورية عشان يدعم قطاعات معينة خلال الفترة اللي فاتت، وكان المسؤول عنها البنك المركزي المصري. المهم اللي طلع إيه؟ طلع كده يعني ممكن نقول من حوالي شهرين كده ساعة المفاوضات اللي هي بتاعت صندوق النقد. المفاوضات دي ساعتها ايه؟ قالك كده رئيس صندوق النقد كده كانت ساعتها ايه اتكلمت وطلع كلام ان ايه؟ ان هم بيطالبوا البنك المركزي المصري ان هو يلغي كل المبادرات عشان ايه؟ تاخدوا القرض دوت. تمام؟ فهم ايه؟ طلع اشاعات ساعتها ان المبادرات كلها هتتلغي. خلاص انت دلوقتي محتاج القرض ولازم تاخده باي طريقه، وصندوق النقد يعني فرض عليك ان انت لازم تلغي كل المبادرات اللي انت طلعتها. ليه؟ لانها تعتبر ايه؟ عبء على الدوله. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ طلع وزير الماليه بعديها قام قال لك لا احنا مش هنلغي المبادرات دي ايه؟ دي حاجات احنا هنتصرف فيها، او دي حاجه احنا بنختص بيها. من يومين بقى كده طلع قرار من رئيس مجلس الوزراء او من رئاسه مجلس الوزراء بيتكلم عن نقل تبعيه المبادرات دي من البنك المركزي المصري، وفي مبادرات وقفت. ايه الموضوع وايه التفاصيل؟ كل ده اللي هنعرفه مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد العسال في القناه اللي تخص البنوك. استاذنك تعمل لنا اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس علشان يجي لك كل جديد، وارجوك يعني تعمل لنا اشتراك لان ده بيدعمنا، ده بيفرق معانا جدا في القناه. طيب خلينا نتكلم واشرح لك الموضوع واحده واحده كده عشان تفهم الموضوع كان راح فين وجاي منين. عشان ايه؟ لو انت واحد من المستفيدين بتاعه مبادره التمويل العقاري او احلال المركبات، دول اكتر من مبادرتين يعني الناس مركزه معاهم، تبقى انت عارف الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه من كام يوم طلع رئاسه مجلس الوزراء طلع قرار اللي هو 4151 ان نقل تبعيه كل مبادرات لوزاره الماليه. يعني المبادرات دي كان مين المسؤول عنها؟ البنك المركزي المصري. نقل التبعيه من البنك المركزي المصري لوزاره الماليه. يعني ايه؟ يعني ان البنك المركزي المصري هو اللي كان متولي الموضوع من اوله لاخره على طول، لا دلوقتي بقى الموضوع تحت بقى مظله الوزارات، ومنها ايه؟ وزاره الماليه. بمعنى اكتر، النهارده انت عارف ان ايه المبادره دي اللي هي مثلا مبادره 3% متناقصه. هل الفايده اللي في السوق 3%؟ لا، الفايده اللي مش في السوق 3%. ساعتها مثلا ممكن نقول من شهرين 3 او قبل ما الفوائد تزيد يعني كان الطبيعي بتبقى 14% 13% متناقصه. طب ازاي هيديك فايده 3% الا لما يكون هو ايه؟ مدعم الفرق ده. طب مين اللي كان بيدفع الدعم دوت؟ اللي كان بيدفع الدعم دوت اللي هو البنك المركزي المصري. طيب بيدفعوا منين؟ الرئيس كان مخصص كل مبادرة ليها مثلا حد، مبادرة دي ليها 100 مليار، مبادرة دي ليها 150 مليار، كل مبادرة ليها ايه؟ كوتا معينة او ليها ايه زي ما بيقولوا بادجت معينة او ميزانية معينة. اللي بيحصل ايه؟ ان النهاردة البنك المركزي المصري بياخد فرق الفوائد او الدعم بتاع الفايدة من مثلا 100 مليار يحطه ايه؟ في القرض بتاعك، والقرض التاني والقرض فلان وبتاع، لحد ما ايه؟ تخلص ال 100 مليار يقول لك خلاص المبادره كده ايه؟ وقفت. وزي ما احنا قلنا ان هي بتبقى ايه؟ هدفها في الاخر هدف تشجيعي. ايه اللي حصل؟ ان هو لا، قال لك خلاص ان اللي هيحاسب على المشاريب دي مش البنك المركزي المصري، اللي هيحاسب على المشاريب دي هي الوزارات المعنيه بكل مبادره. يعني مثلا عندنا مبادره التمويل العقاري. مبادره التمويل العقاري احنا عندنا مبادرتين في التمويل العقاري، مبادره 3% متناقصه ومبادره ايه؟ 8% متناقصه. اللي حصل ان هو قال لك لا، انقل بقى تبعيه المبادره دي او المبادرتين دول من البنك المركزي المصري لوزاره الاسكان. وزاره الاسكان كده هتعمل زي صندوق او الموازنه بتاعتها هي اللي هتتحمل فرق الفايده. ومين اللي هينقل الفايده دي؟ اللي هينقل الفايده دي الحساب بتاع الوزاره نفسه اللي في البنك المركزي المصري. يعني النهارده نفترض ان ايه؟ البنك المركزي المصري عنده حساب بتاع وزاره الاسكان، حساب وزاره الاسكان فيه 50 مليار. كذلك الوضع مثلا المبادرتين، المبادره اللي هي بتاعه الري الحديثه ومبادره الوقود المزدوج، دي راحت تبعيتها لمين؟ لوزاره الماليه. ومبادره دعم السياحه دي طبعا عن وزاره السياحه والاثار. كمان البنك المركزي المصري كان بعت منشور للبنوك، الكلام ده في 21/11 اللي فات، بيقول ايه؟ بيقول ان هيوقف او يوقفوا المنح عن المبادرات اللي هي بتاعه القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقه المتجدده، اللي كانت بسعر عائد 8%. وان هو ايه؟ خلاص كل اللي خد ويبتدي بقى ايه؟ يسدد كل المصاريف بتاع اللي فات لحد ما يتقفل كل القروض او التسهيلات الائتمانيه دي تدريجيا وخلاص. وكده كده ايه؟ المبادره دي وقفوها. انما المبادرات الثانيه يعتبر ايه؟ شغاله برضه. بالبلدي بقى المبادرات اللي شغاله ايه دلوقتي؟ عندنا دلوقتي اول حاجه تعال نمسك المبادرات المشهوره.
اول مبادرتين شغالين معانا، مبادره اللي هي بتاعه متوسطي الدخل اللي هي 8% متناقص، مبادره تمويل عقاري يعني. المهم المبادره دي اتخصص لها دلوقتي ايه 15 مليار جنيه بس، يخلص 15 مليار جنيه موضوع ايه وقف. طيب برضو المبادرة اللي هي التمويل العقاري بفايدة متناقصة 3%، ودي متخصص لها 100 مليار جنيه. مبادرة دعم السياحة اتعمل لها بقى غيروا الفايدة بتاعتها، بدأت 3% بقت 11% متناقصة، وتخصص لها 50 مليار جنيه. ومين اللي يتحملها؟ صندوق دعم السياحة والآثار في وزارة السياحة والآثار. والمبادرة اللي هي المبادرات اللي تبع وزارة المالية، مبادرة الري الحديث، ودي أصلا الفايدة بتاعتها 0% اللي بيتحملها وزارة المالية بالكامل، ودي متخصص لها 55.5 مليار جنيه. وكمان وزارة المالية هتحمل اللي هي مبادرة إحلال المركبات، ودي متخصص لها 15 مليار جنيه، ودي الفايدة بتاعتها 3% متناقص. طيب هم بيحسبوا الفايدة ازاي؟ بيحسبوا الفايدة على عائد الايداع والاقراض اللي بيعلنه البنك المركزي، وسعر الائتمان والخصم 2%. يعني ايه سعر الائتمان والخصم؟ يعني النهارده مثلا السعر البنك المركزي دلوقتي مثلا محدد سعر الاقراض 14%، يبقى ايه 2% فوق ال 14% يبقى 16%، يبقى المفروض البنوك تدي قروض ب 16%. يبقى انت هنا عامل مبادره ب 3%، يبقى ساعتها 16 ناقص 3 تعمل كام؟ تعمل 13%. يبقى وزاره الماليه تتحمل ال 13% دي. دي كانت كل التفاصيل بالظبط عن المبادرات اللي هي اللي موجوده. يا رب اكون قدرت افيدكم في الموضوع دوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير عشان اكتر ناس تعرف المعلومه، وما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.